السرديه اللي خارجه تو للراي العام واللي يحكيوا انه اليوم انتم كنقابه او الاتحاد بصفه عامه دائما معناها اليوم واقفين عارضين اي حاجه فيها تسويق في علاقه بالمنشات العموميه، يعني اليوم كانه الراي العام كي يحكي في الموضوع ويتداول الموضوع يحكي اليوم لا فوتنا ولا صلحنا ولا عملنا حتى شيء، نبقوا نتفرجوا في علاقه بالمنشات العموميه. ما عرفش شنو تعليقكم على السرديه هذه؟ ما عرفش اذا كان وجيه ولا المنشآت العموميه ككل ولا مثال؟ خلينا في المساله هذه كهو، واحنا بعد المنشآت العموميه السؤال. شوف اخت سماح، سؤالك مهم جدا. نحن كيفاش باش يعرفوا السؤال اللي خلينا نسال انا، كيفاش باش يعرفوا انه نحن كنقابه خصوصيه لجميع الموانئ البحريه التجاريه يعني موقفنا وانه ماناش ماشيين نحو التطوير ولا ماناش ماشيين نحو الاستثمار؟ هل انه معناها تم السماع للنقابات؟ ما تمش السماع. هذا لو كلام الحقيقه انا في العاده ما نجاوبش عليه ونحب نجاوب عليه على ارض الواقع. يجي نقطه ونشوفوا وما نحبش نقول لانه الحقيقه مثال باش نقولها جرات العاده لانه فما ناس اليوم تحب تغطي فشلها بانه النقابيين هما رافضين التطوير. لا غلط، واتحدى نقعدوا على الطاوله وعندنا ما يكفي، عندنا ما يكفي من الحجج. وبالعكس نحن تعرف في سنه 2024 رفعنا الشعار، وها اليوم العمال موجودين، رفعنا عملنا هدنه اجتماعيه مع الاداره وقلنا انه تم تاجيل جميع المطالب الاجتماعيه ونغلبوا المصلحه العامه، ونجحنا فيها. والدليل على ذلك وانه اواخر سنه 2025 من بعد الهدنه يعني كما قلت بكري اقوى رقم معاملات في تاريخ تاسيس المؤسسه اللي وصلته الشركه التونسيه للشحن والترسيب. واحد. اثنين، نسبه النمو اليوم اللي تحدث عليها في حركه الحاويات بجميع الموانئ 9%، وهذا دليل اخر. يا اخي 9% اللي صارت في شحن وتفريغ الحاويات اللي قامت بها الشركه التونسيه للشحن والترسيب ومجامع ايضا اللي نشكرهم، مجامع مقاولي الشحن والتفريغ الخواص. نسبه يعني حصه الشركه وصلت ل 84%، يعني عملت 451 ألف حاويه ذات 20 قدم، وهذه ما حصلتش منذ سنه 2010. كذلك نسبه نمو ب 4%، وصلنا ل 167 ألف مجروره، يعني بين ميناء راس وميناء حلقه الواد، وهذا نمو ب 4%. بالعكس ما نجموش نقولوا ضدنا، نحن معاه، لكن معاه على طاوله الحوار، ومعاه مش انه يتم اقصائنا، لانه نحن بالحق رانا قوه مقترحات يقولوها مش كلام، ورانا قوه بدائل زاد، ورانا قوه توصيات، راهو هذا بالحجج. لكن عادي جدا في اطار يعني اللي قاعدين نسمعوا فيه هنا الحقيقه ما نلومش الراي العام، لكن نيجي نجلسوا على الطاوله ونشوفوا ونعاودوها نحن مع التطوير ومع الاستثمار. سفيان الاسود، الوضعيه اللي طرحت حول هذا الميناء، لكن الوضعيه لازم تطرح حول الميناء كل في راس، حول وضعيه ميناء راس الكل، لانه الكل يعرف تو حتى رجال الاعمال في تونس يتشكوا ياسر من الوضعيه اللي موجوده داخل ميناء. يعني معدل تفريغ الحاويات 4 حاويات في الساعه، يعني كي تقارنوا بمواني في المغرب وفي بلدان اخرى يصبح يعني في مرتبه متاخره جدا. يعني تم تصنيفه الميناء من أسوأ المواني الموجوده في البحر المتوسط. يعني هل انه يعني الوقوف ضد يعني هذا التفويض او ما تعتبرتوه انتم التفويض، معناها هل يمكن ان يطور اكثر ويحسن من وضعيه الميناء؟ يعني سيزداد سوء معناها بالشكل هذا. وهل انه معناها الشركه بيدها يعني من خلال المشروع هذا ربما عندها نيه لتطوير الميناء واخراجه من المازق الماساوي اللي يعيش فيه الميناء؟ لانه حاليا بكل صراحه لازم نعرفوا انه الميناء رادس صار عبئا على الاقتصاد الوطني، ماهوش محرك في الاقتصاد الوطني، بالعكس في برشا مشاكل، في برشا كلام على الناس
على الشركات اللي تخدم غادي، على الحاويات، على التفريغ، على المخازن، على البضائع، على المجرورات. معناها فما حتى معناها رجال اعمال فهمتوا لا ولوا يخدموا في مواني اخرى لبرا معناها في المغرب وغيره، هربا من المشاكل نتاع المينارات. يعني شنو هو التصور نتاع النقابه للخروج من هذه الوضعيه؟ العوض معناها باش تبقوا ندافعوا على الرصيف هذا تهزوا الشركه الخاصه ولا الشركه العموميه، هي في النهايه شركات تونسيه باش تخدم على روحها في النهايه. والرصيف باش يخدم معناها سواء كان عند سطامه وعند زايد او عمره وغيره بمقتضى معناها منظومه قانونيه موجوده كذا. لكن المشكل الرئيسي هل ان هذا الميناء باش يبقى عبء على الاقتصاد التونسي، باش يبقى مشكل، باش يبقى بؤره نتاع برشا حاجات قاعده تقال، برشا حاجات قاعده تقال على الميناء وعلى اللي موجود فيه. كيف الخروج من هذا الميناء ليصبح في وضعيه وفي مرتبه مع موانئ اخرى في بلدان اخرى من البحر المتوسط؟ ممتاز ياسين ومهم سؤالك، اما الحقيقه باش نكون كريديبل معاك باش نجاوبك وباش نعطيك معطيات يمكن لاول مره باش يسمعوها الراي العام، لكن الموضوع يتطلب يعني ساعات وساعات باش نحكيه في السؤال اللي كنت تطرقت له. سيد سفيان، الميناء رادس وقت تم احداثه في 87 احدث خصيصا لبواخر الدحرجه، بمعنى بواخر اللي تجيب في المجرورات وتقوم بعمليه تصدير المجرورات. لعلم الجميع وان الشركه التونسيه للشحن والترسيف تقوم بمعدل 30 مجروره في الساعه، وهذا اللي ما يتحكيش عليه، وهذا اللي لازم يتقال. ميناء رادس اللي قلته اللي هو نحب نسميه انا اللغات، ثم الفاظ تقنيه يلزمني نستعملها لانه اللي تحكي عليه انت هو محطه الحاويات والمجرورات بميناء رادس. او مثال هما اليوم فما خبراء ولا يقولوا بورت رادس، نكملوا في نفس التوجه. بورت رادس المعروف السؤال مهم، وانه نثمنوا الساعه المجهودات تاع 30 مجروره في الساعه اللي نفس المردوديه اللي موجوده في الموانئ المطله على البحر الابيض المتوسط. هذه كي يسمعها الراي العام يقول غريبه، هذا علاش قلت لك خلينا نحكيو فيه وباش نزيد وباش نعطيك الاشكالات وباش نعطيك الحلول، لانه الوقت ضيق، اما باش نعطيك هكا يمكن الاشكال الرئيسي. اليوم راهو الميناء المحطه فيها 7 أرصفة، 7 أرصفة منهم 4 أرصفة مؤدى للبواخر اللي نحكي لك عليهم انا تو، و3 أرصفة مؤدى لبواخر الحاويات. متفقين هون؟ اليوم حتى في بواخر الحاويات المود ديكسبلوطاسيون في ميناء رادس تغير. علاش ما يتغيرش اليوم وانه راهو في 2019 تغير منوال الاستغلال واصبحت الحاويات يعني تجي في دينافير كورو، بمعنى بواخر معده للمجرورات لكن تجي فيها الحاويات، واصبح الفلو بوندو ماهوش فلو بوسي، وستار تقوم بمردوديه عاليه 15 مجرور 15 حاويه بالساعه. شنو قد رصيف ولا زوز أرصفة 10% من حجم المبادلات اللي موجوده في علاقه بالحاويات في ميناء رادس، 10% فقط. ومثالش باش نعطيك، لانه اليوم الناس تتحدث على مده انتظار السفن في منطقه الارساء وما تسببه يعني من انعكاسات ماليه. اليوم يا سي سفيان عندنا توا 4 سنين ما عادش عندنا حتى باخره تنتظر في منطقه الارساء، سر زيرو نافير اورات. بالعكس اليوم الارصفه نتاعنا هي اللي تستنى ولات في البواخر. هذه راهو هذا هي حقيقه، راهو مانيش نحكي فيها، هذه حقيقه على ارض الواقع لازم نقولوها. اما هو نجي كلام مزيان على الاخر وتحفون برشا. كي تقول لي اليوم علاش فما تشكيات في علاقه مثلا برفع الحاويات من طرف الحرفاء، اكبر متضرر للموضوع هذا الشركه التونسيه للشحن والترسيل. اليوم مده مكوث الحاويه داخل الميناء وصلت ل 21 يوم. هاو معاك انا باش نزيد سفيان نلعب 21 يوم. هل ياخذ اليوم حاويه تقعد في البرد 21 يوم؟ لكن الراي العام شو يقول لك الصاد ليه اكبر متضرر نحن؟ لانه كان تقرا الكارتوغرافي تاع الحاويه اللي تجي اللي تخرج تلقى السام عندها نهار ولا نهارين في الشيلات. لانه انا علاقتي مباشره مع الحريف
وقت يجيب لي لو بون هذه ليبري ويخلص لي في المعالم المينائيه نقوم معناها بتسليم الحاويه نتاعو. يعني مده هذه المكوث المداوله ال 21 يوم نحن بيدنا مأثر علينا، لانه الحاويه راك كي ما تتمش رفحه للحريف وتقعد تعملها بليزيور مانيبيولاسيون قوه ذيك لنا نحن. هذه نقطه اولى. وباش نزيدك نقطه ما اهم وتكلمنا عليها كنقابات مع جميع الوزراء اللي جاوا للملك. تعرفش يا سي سفيان اليوم فما ما يقارب 1500 حاويه ذات 20 قدم موجوده في ميناء رادس، فاتت مده المكوث نتاعها الاجال القانونيه اللي هي 4 شهور و15 يوم. اش يعملوا الحاويات هذوك في البرج؟ الشباب ما جاوش خرجوا الصراع نتاعهم. هذوكم ياثروا على السام تاثير في الامورتيسمون تاع لي زونجان، ياثروا عليهم في الكلفه. ومن بعد شنو يصير لهم سفيان؟ يخوض هذايا 1500 حاويه هذيا ولات ستيو استراتيجي تاع دي موفيز امبورتاتور كيما نحن نحبوا نشجعوا لي زيكسبورتاتور ويلزم نشجعوا. اليوم فما ناس اش معناها يعقل انسان يجيب حاويه نتاعو وتقعد بالاربع شهور 5 شهور بالعام والعامين. ونعطيك توا لي ستاتيستيك قداش من حاويه موجود. تصور انت الحاويات هذوك يشدوا لك الميناء والانتظار هذاك ويقلقوك في المردوديه اللي كنت تحكي عليها انت ال 10% تاع بواخر الحاويات، لاني ما عادش تولي فما يعني في الويديتي داخل الميناء. تعرف سي سفيان شنو القرارات اللي تم اتخاذها بعد؟ شوف دور المؤسسه الوطنيه، خاطر يمكن قلت لي شنو ولا لا، فما فرق بين المؤسسه الوطنيه. شو يقولوا بعد؟ يقولوا نعملوا لجنه ومهم ما يسالش نقبلوا نحن كاستام ونعملوا اباتمون. شو معناها اباتمون؟ يعني يا حريف يلي خليت كادرتك سنين وكذا واعي كل شيء ويلي عملت لكم جيستيون في البورتو ويلي المردوديه تحت امروا في الاخر ما يستام هي اللي جداره هم يقولوا استام. لانه اليوم راهو الميناء فيه العديد من المتداخلين. راهو كي نشوفوا مجله الموانئ البحريه الكوت ديفوار راهو فيه العديد يعني من المتداخلين. ومن بعد هذا يمشي معناها كيما نقولوا نحن نعيطوا له ويجي يخلص كان 4 شهور و15 يوم. شوف الستام يعني المؤسسه الوطنيه شنو تعمل؟ قول له الله يبارك ما يسالش هو خلى كادرته عام وعامين وثلاثه وطيشه. رانا نحكيو قلت لك ستير استراتيجي راهو كل عام بين 1000 و 1500 حاويه ذات 20 قدم تفوت الاجال القانونيه نتاعها. ومن بعد يجيو كان نسبه 10% من الاشخاص هذه باش ومن بعد وين يمشيو للونشير بوبليك. من بعد سي سفيان تبعهم شوفوا كيفاش نتبعوهم معناها من بعد نتبعوهم كيفاش يكون. دونك اليوم كي يقول لك ستام هي المضطر مش راهو نقول يعني ستام ما عندهاش اشكاليات، بالعكس راهو المسؤول النقابي او المسؤول الاداري اللي ما يعترفش بالمسؤوليه نتاعو ما ينجمش يكون مسؤول. رانا نعترفوا باخطائنا. نحن وصلنا قلنا في وقت من الاوقات تجيب لي كسلطه قل لي راك عندك ستام 5 اشكالات نزيدك انا معهم 5 اما اجا نحلوهم مع بعض لانه نحن نعرف شنو يجرى في الميناء. بالعكس تعطيني تقول لي راك عندك مشاكل في 5 نقول لك نزيدك عليهم انا 5 اما اجا تصلحوا. لان هذه منظومه مينائيه قلت لك شوف راهو فيها اطراف متداخله في داخل الميناء. بالنسبه لسؤالك الثاني في علاقه بحجم الاستثمارات، نعم اليوم مالغري نعرف الناس الكل فماش الموضوع تاع الجارونتي ديتا، لكن اليوم السهم راهي عامله راسها ما يقارب يعني مبلغ 170 مليون دينار اللي اقتناء معدات حديثه واقتناء معدات متطوره. بالعكس وجاو بعد المعدات للميناء وشد الميناء كما قلت لك انا النمو هذاك كيفاش صار. دونك السهم مواكبه رانا نحن مواكبين. علاش قلت لك يا سي سفيان طاوله والحجج ونعاودها. رانا عندنا العديد من الاشكالات وموجودين باش نقول، لكن عندنا الحلول كما قلنا ماهوش الحقيقه الوقت يمكن في فتره اخرى. عندنا البدائل على المدى القريب للساحات العاجله ومدى متوسط. عندنا رؤيه استراتيجيه. نعطيك مثال سكوب من بين الرؤيه الاستراتيجيه. اليوم الاشكال في ميناء راسي هذه المحطه هو شنو؟ هو فما ان بروبليم دو كروازمون دي فلو، تقاطع بين حركه بواخر الحاويات وحركه بواخر المجرورات. هذه من بين الاشكالات الرئيسيه الموجوده. واليوم عندك مخازن داخل الميناء 1.8 هكتار 3 مخازن. اليوم المخازن هذه
معارقة يعني مرونة عمليات الشحن والتفريغ، ومعطلة في المردودين. تقول لي يا سي عصام شنو الحلول؟ ايه عندنا 3 حلول. الحل الاول على المدى القصير، وهو اليوم تطبيق مثال الاستغلال والمثال المروري داخل ميناء رادس. وقت اللي نجيو اليوم البورتراتس، اول حاجه نعملوها اول زياره نوري وقت الطابلو، راهو البلان سيركولاسيون، ولكن على ارض الواقع فما شوفوشمون كبير. مثل ما قلت نستانسوا بالموانئ العالميه، فما ميناء في العالم يدخل له يوميا 1000 مترجل. راكي تدخل للميناء وحكينا عليه، فما فوضى عارمه لاسباب او لاخرى نحكيو فيها. هذه لون. دونك على المدى القصير وراك تعطي برشا حلول. على المدى المتوسط قمنا بها في 2015 وباش نعاودوها تو على المدى القصير. شنو قمنا في 2015؟ كي لقينا فما ان بروبليم دو كروازمون دي فلو، عملنا لا سيباراسيون، قمنا معناها بالديموليسيون تاع لي زونغار، قمنا بهدم المخازن هذيك. وش عملنا؟ عملنا الرونفورسمون تاع التيربلان من بعد ما قمنا بهدمهم. وش عملنا اخر؟ عملنا لاكيزيسيون تاع المعدات، وجبنا كليزات تجي والمعدات الجديده وجبناهم غاب. هذه الاستثمارات قامت بها ستار، لانه الميناء الميناء كما قلت لك انا تركيبته وانشاؤه بطريقه مخالفه. هذه على المدى المتوسط. وعلى المدى الطويل، وقلتها للسيد وزير النقل، راهو مكون من مكونات ميناء رادس. فما منطقه لوجستيه فيها 47 هكتار. كي تبدا طالع فوق القنطره تاع ميناء رادس، خلي ميناء رادس على يديك اليمين واغزر على يديك اليسار، فما منطقه لوجستيه ب 47 هكتار ملك عمومي مينائي تاع الدوله. معناها غدوه اللي قلنا عليهم نحن كي يصير الهدم تاع المخازن وكل شيء، تنجم ما تعملهاش منطقه لوجستيه كامل، تنجم تعملها بور سيك. ميناء جاف امتدادا للميناء البحري، وتحط فيه جميع لي زوبيراسيون الديوانيه وغيرها كل شيء في المنطقه دي، باش تولي فما اكثر يعني انسيابيه، وتولي عندك اكثر يعني مرونه داخل الميناء. يولي الميناء كما قلت انت، يولي الميناء للشحن والتفريغ والترصيف، لكن كل العمليات الاخرى تحال الى المنطقه اللوجستيه. نجموا ناخذونها حتى مش نحن كمان الدوله تاع الدوله، حتى 10 هكتارات كمرحله اولى من 47 هكتار، ويتعمل لها بورسيك كمرحله اولى الى حين نخموا معناها في مرحله ثانيه ومرحله متقدمه يعني في الزون لوجيستيك. هاي الحلول وعمليه. راهو نزيدك ازيد، رانا نحن اليوم رانا محضرين ورقه في السياسات العموميه، بوليسي بيبر، في علاقه نحو اعاده النظر في تنظيم العمليات المينائيه بميناء رادس لتعزيز مردوديه السفن. وحتى الاليات موجوده، وفما حاجات ما تطلبش فلوس، قادرين ان نعملوها. دونك نعاود نقولوا اللي نحن بالعكس، نحن هنا نؤمن بالله. ايه هكا نحبوا اجا نقعد واجا نتناقشوا كيما قلت لك. بالعكس ما نجموش نكونوا ضد، نحن ما نجموش، هذا كلام ما يتقالش وما نقولوش وما نعملوش. اما وقت نتكلموا، لانه بكري حكينا على موضوع مغاير تماما. علاش انا في المداخله نتاعي قلنا راهو خلينا نحط الموضوع اللي جينا عليه مغاير تماما. هذاك رصيف سواء بالصلبه نخدموا فيه، تجي انت تضعفني في النشاط نتاعي وقت كيما قلنا واضحه الرؤيه، وانه اصلاح المؤسسه باش تفككني وحقي نخدم فيه. دونك الشيء الثقافي اللي سعينا له نحن في اطار الهدنه الاجتماعيه كشريك اجتماعي بيننا وبين ادارتنا لظرف عامين وصلنا، باش تجي انت كل شيء معناها ترجعنا. هذا هو السيستم. عملاش شكون؟ صافي